السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي اديكم اختبار كده لنوع من انواع الاحجار المعالجة بالصباغة، ورسالة كمان يعني تثقيفية من الفيديو. الحجر هو ده يا جماعة، ياما ناس كتير أوي طلبوه مني. هذا الحجر اللي بيطلق عليه الدر النهري، اللي هو الاسم بتاعه الكوارتز الطحلبي. تمام. دايما وبيطلب مني الالوان الفاقعه قوي، اللي هو الاخضر الغامق كده، الاحمر الفاقع قوي، البينك الفاقع قوي. الحاجات اللي زي دي، الحاجات دي كمان تكون مظبوطه، واختبارها سهل كده، مش كلفك بضعة جنيهات، يعني شويه تنر ومنديل ابيض. بس تعالى اوريكم ازاي. هنا يا جماعه الحجر اهو المطلوب، وبكل بساطه شويه تنر، وحطينا الحجر هنا، دي المناديل، ونسيبه بس اديله دقيقه كده ولا حاجه. ودلوقتي يا جماعه تعالى نشوف النتيجه بعد ما سيبناها دقيقه مثلا في التنر. منديل ابيض، طلع الحجر الجميل ده وامسح جامد. تعال نشوف المنديل الابيض هيبقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه، كل دي مواد الصبغه اللي في الحجر، كل دي صباغه، وصباغه رديئه جدا، وصباغه رديئه جدا جدا جدا. وده يعني اختبار يا جماعه مكلفكش بجنيه ولا 2 جنيه يعني. وطبعا يا جماعه طريقه العلاج بالصباغه دي يعني منذ قديم الازل ولغايه يومنا ده منتشره جدا، تلاقيها في الكوارتز، في العقيق، في الزمرد، في الياقوت، العلاج بالصباغه. آه طريقه كشفها زي ما قلت لك ما بتكلفكش بضع ثواني ولا بضع جنيهات حتى. وسبب الحاجه دي الناس دايما بتطلب المواصفات القياسيه، الالوان الفاقعه قوي، المركزه جدا، فالناس بتصبغ الاحجار عشان يقول لك اتفضل اللي انت عايزه وبسعر رخيص كمان. فانا بقول لك ازاي تقدر تتعرف عن طريق الاختبار. دي النقطه التانيه اللي انا جاي اوصله لك، الموضوع مش ان انت تشتري من حد يكون ثقه او فرق سعر وخلاص، لا، حد يكون ثقه وخبير، لان ممكن الواحد بيالك ده يكون انسان ثقه 100% و50% من الناس كده على فكره كلهم ناس خير وبركه يعني، لكن هو ما عندوش المعلومه، ما يعرفش ده حجر مظبوط، و50% من التانيين محتالين. انت دورك ان انت تكون واعي وعارف وازاي تعمل الاختبارات دي، وان انت تختار الرجل الثقة الخبير اللي تشتري منه. وده حاجة يا جماعة لا تقدر بمال في مجال المجوهرات والأحجار الكريمة. أنا بدوري من ساعة ما بدأت تجارة في مجال الجواهر والأحجار الكريمة، واخدها من مبدأ علمي بحت. ويعني حتى الأحجار زي دي أنا أصلا ممكن أبيعها ب 500 جنيه ولا حاجة، ما تسواش حاجه اصلا، كده كده حتى الطبيعي منه يعني، فاهم؟ لكن حتى ده انا بعمل عليه اختبار، وحتى ده انا لو اشتريت منه ب100,000 جنيه هاخدهم ارميهم في الزباله لو كان مصبوغ. انا ما فيش حجر بعرضه على اللايف، بعرضه على حد يشتريه مني غير ما يكون مفحوص ومتاكد منه مني انا شخصيا قبل من اي حد تاني يعني. بس واتمنى ان اكون افدتكم في الفيديو ده، وان شاء الله نلقاكم قريبا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.